فيلم راد ديساستر. بتبدأ أحداث الفيلم في محطة قطار. كان في ناس كتير قوي واقفين مستنيين يركبوا القطر، وكان بين الركاب دول واحد اسمه تشينج، وكان معاه ابنه الصغير وبنته المراهقة. بس قبل ما يركبوا القطر بتحصل حاجة غريبة قوي. بنشوف العمال اللي في المحطة وهم بيجروا بأقصى سرعة عندهم عشان يوقفوا القطر ده قبل ما يخش المحطة، عشان من المفترض إنه ما يكونش هنا دلوقتي. لما القطر بيقف كل العساكر والضباط بيروحوا يشوفوا فيه ايه جوه القطر، ولما بيفتحوا البوابة بيقع على الأرض عدد كبير من الجثث الميتة والفئران. وساعتها تشينج شاف اللي حصل وكان متأكد إن في كارثة هتحصل. ولما كان عمال بيراقب اللي بيحصل من بره، قرب من الشباك اللي قاعد عنده البلطجي ده، اللي قال له انت بتقرب من هنا ليه؟ ده الكرسي بتاعي انا. تشينج اعتذر ليه، بس البلطجي ما سكتش لحد هنا، لان لما بنت تشينج اللي اسمها واي جت تحوش عن والدها، البلطجي فضل يتنمر عليها هي والدها، وكان على وشك انه يمد ايده عليهم. بس جه واحد شجاع اسمه دوشان اتدخل في اللحظه المناسبه وبعد البلطجي عنهم. بعدها واي بتشكر شان على مساعدته ليهم. اما والدها مازال عمال يتمشى في القطر وعايز يعرف ايه اللي بيحصل بره. بيسمع الركاب في القطر اصوات غريبه، والاصوات دي جايه من سقف القطر اللي كان مليان بالفئران. وفي عربيه الدرجه الاولى اللي كان فيها صفوه الركاب، تشينج بيشوف بالصدفه بنته الكبيره اللي كانت عايشه بعيد عنه لفتره طويله قوي، وبنعرف ان اسمها لينج، وكانت قاعده مع جوزها اللي شغال ضابط في الجيش. بيقرب منها والدها وهو متعصب وبيقول لها انا بقالي سنين بدور عليك. ولما بيقرب منها ويطلب منها انها تيجي معاه، العساكر بيتلموا عليه وبيمسكوه وبيبعدوه عنها. جوزها بيسألها وبيقول لها هو انت تعرفي الراجل ده؟ بترد وبتكذب وبتقول له لا معرفوش. وعقابا للي تشينج عمله، العساكر بياخدوه في اوضه ضلمه وبيربطوا ايده بالكلبشات في الماسوره، وبعدها بيعاقبوه علشان حاول يضايق مرات الضابط. وبيشوف تشينج والعساكر اللي معاه راجل تاني مريب قاعد في ركن الاوضه. بيحاول واحد من العساكر انه يقرب منه، وكان الراجل عمال يتحرك حركات غريبه. ولما العسكري لف في وش الراجل، بنشوف ان الفئران المفترسه دي هي اللي قتلته. وساعتها الفئران كلها بتملى الاوضه وبتبدا في الهجوم على العساكر. اما ابن تشينج بيسمع اصوات غريبه وبيمشي ورا الصوت ده عشان يعرف مصدره. وبعد كده بيلاقي حاجه غريبه عماله تتحرك تحت الغطا ده، ولما بيقرب من الغطا وبيشيله بيلاقي تحتيه قطه. وفي عربيه تانية من عربيات الاطار بنشوف واحده ست بتسمع صوت غريب جاي من السقف، والصوت كان مزعج قوي، وعشان كده قالت لجوزها اللي كان جنبها انه يقوم يعرف فيه ايه ويوقف الصوت. ساعتها بيقوم وهو مضطر بسبب زنها عليه، وبياخد معاه عصايه وبيخبط على السقف لحد ما بيخبط فتحه التهويه. على طول فتحه التهويه بتتفتح وبيقع منها عدد مهول ومخيف من الفئران اللي بتهاجم كل الركاب اللي في القطر وبتخلص عليهم كلهم. والظابط وسواق القطر بيعرفوا باللي حصل، عشان كده الظابط بيؤمر رجالته انهم يجمعوا كل حاجه بسرعه عشان يمشوا من العربيه دي زي ما يكونوا عارفين بالظبط ايه اللي بيحصل. بعد ما بيلموا حاجتهم بيتحركوا كلهم على العربيه امان. وفي الأوضة الضلمة تشينج كان شايف قدام عينيه الفئران وهي عمالة تفترس وتلتهم الحراس، وكان بيحاول يهرب وعمال يصلي ويدعي لأنه أيقن إن الدور عليه والفئران هتيجي تاكله. بس الغريب إن الفئران ما عرفتش تقرب منه، وهنا فهم إنهم بيخافوا من نور الشمس واستغل الفرصة وجاب مفتاح الكلبشات من على الأرض وفك نفسه وهرب. ولما خرج من الأوضة دي لقى كل الناس اللي في العربية ميتين، والفئران مالية أرضية القطر. ولحسن حظه بيفضل ينط من فوق الكراسي وبيقدر انه يهرب من الفئران، وبيقفل باب العربيه وراه. لما بيوصل للعربيه اللي بعدها بيفضل يحذر الناس من الفئران القاتله، ولكن الناس كلها بتتريق عليه، وكانوا عمالين يقولوا انه بيهلوس بسبب المخدرات. ولكن بسبب الاهانه اللي هو اتهانها بياخد بنته ويروح للعربيه التانيه. وبعدها بيدخل راجل من باب العربيه اللي جنبهم، وكان باين عليه انه متعرض لجروح خطيره وبيموت قدام عينيهم. والركاب كانوا كلهم متوترين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. وبعدها بيشوفوا حاجة غريبة بتتحرك تحت هدوم الراجل ده، وبيطلع فار من تحت هدوم الراجل، وبعد كده بيهجم عليهم عدد كبير من الفئران. وكان تشينج بيحاول انه يحذر باقي الركاب وبيطلب منهم كلهم يروحوا على العربية المجاورة، ولكنه لما لقى الفئران بتقرب منه كان مضطر انه يقفل الباب. وبرضه العساكر لما دخلوا العربية دي قفلوا الباب وراهم وسابوا الركاب في العربية اللي في النص اللي كانت مليانة فئران. وكانت لينج خايفة وقلقانة على أهلها، وكانت بتتوسل جوزها انه يفتح الباب، ولكنه ما نفذش كلامها خوفا عليها وعليه. وكانت تشينج واولاده شان محبوسين في عربيه وما كانش قدامهم اي طريق للهروب. واللي زاد الطين بله ان الفئران كانت متجمعه مع بعضها البعض عشان تحاول تكسر الباب اللي بيفصل بينهم وبين البشر، وخلاص كانوا كلهم مسلمين نفسهم للموت. ولكن شان لقى طريقه للهروب، وهي انهم يهربوا من خلال فتحه السقف. وساعتها بيخرج شينج اولاده وبيخرج بعدهم، وبيتبقى راكب واحد اللي لسوء حظه مش بيلحق يخرج وبيتجمع عليه كل الفئران وبيموت. وساعتها سواق القطر فكر في فكره، وهي انه يفصل العربيه الخطر عن باقي القطر، والعربيه دي اللي فيها تشينج واولاده ومئات الركاب. وكانت لينج عماله تتوسل السواق انه ما يعملش كده، لكن برضه محدش اهتم بكلامها. والعسكري فصل العربيه عن باقي العربات، ولما شان خد باله من اللي بيحصل بيلحق نفسه بينط على باقي القطر
وبتنط معاه بنت تشينج، ولما جه ينط تشينج وابنه حصل انفجار في مؤخرة الإطار، وده خلى فرصة تشينج وابنه صعبة، بس لحسن حظهم تشان لحقهم. وبعد شوية بنشوف لينج وباقي الركاب وهم في قمة الحزن على وفاة أفراد عيلتهم، بس تشينج واللي معاه بيقدروا يدخلوا العربية. ولما بتشوف عيلتها كويسة وبخير بتطمن، بس بسبب تصرفها السيء مع والدها ما بتكونش قادرة تتكلم معاه ولا ترفع عينها في عينيه. في المشهد اللي بعد كده واحد من الركاب بيقع مغمى عليه على الأرض، وبيكتشفوا إنه اتعض من الفئران، ودلوقتي هو مصاب. وعشان كده العساكر بتقرر إنها تعمل حجر صحي وتعزل أي حد مصاب عن باقي الناس. تشينج كان بيحاول إنه يطمن على عياله، وكان بيفحص ويشوف لو فيهم حاجة، وساعتها بيكتشف إن ابنه اتعض، وده معناه إنه بقى مصاب. ولما بيعرف إن ابنه مصاب وحالته خطر بيعترف قدام كل الركاب بإنه كان متولي مهمة صناعة دواء بيعالج العدوى، وبيقول لهم إن الدواء ده موجود في مستشفى في الحي المجاور ليهم. قائد القطار ما كانش عايز يوقف القطر لأن الفئران خطيرة أوي وممكن تقتلهم، وعشان كده هم اتقسموا لمجموعتين. بس ساعتها جه واحد بلطجي وثبت السواق وقال له أنت هتوقف القطر غصب عنك وكلنا هننزل لأننا كلنا عايزين الدواء. ما كانش السواق قدامه أي فرصة تانية واضطروا إنه يوافق. وبعد مرور ساعة بيوصل القطر للحي اللي قال عليه تشينج، وبيطوع تشينج وواي وشان و3 كمان للمهمة دي عشان يجيبوا الأدوية. والسواق قال لهم معاكم ساعتين لحد ما ترجعوا، وخلي بالكم لو اتأخرتم هنضطر إننا نتحرك حفاظا على حياة باقي الركاب. بتوصل المجموعة للمدينة اللي اتدمرت بالكامل، ولما بيتحركوا بيلاقوا جثث كتير في الشارع، وكانوا مضطرين يعدوا من وسط الجثث دي عشان يوصلوا للمستشفى. وكان خوفهم الكبير إن الجثث دي ممكن يكون فيها فئران، وساعتها الفئران هتهجم عليهم وتقتلهم. وبعدها بيلاقوا قدامهم عشيرة من الفئران، وكانت العشيرة دي مستعدة تفترس من أي حد قدامها، بس كانت الفئران دي مستخبية من أشعة الشمس وكانوا واقفين في الظل. وهنا قال لهم تشينج إنهم لازم يتحركوا من على المباني من فوق عشان المباني عليها شمس، وبكده الفئران مش هتهجم عليهم. ولسوء الحظ بيقع واحد منهم على الأرض وسط الفئران، وساعتها الفئران كلها بتلتهم في مشهد مرعب. وفي نفس الوقت بيوصل واحد من المدينة للقطر وبيترجى الركاب إنهم يدخلوه، وبعدها بيفحصوه بيتأكدوا إنه سليم ومعافى، وبيعرفهم إن الفئران بتخاف من ضوء الشمس، ولكن في الليل بتبقى الفئران أكتر خطورة وعنف. وهنا كانت الركاب مرعوبة وعمالين يتوسلوا لسواق القطر إنه يتحرك ويمشي من هنا بأسرع وقت. وبسبب النحس اللي تشينج واللي معاه كانوا فيه بتيجي عاصفة شديدة وسحابة كثيفة وتغطي أشعة الشمس، وبكده بتبدأ الفئران تطلع وراهم على المبنى. ولسوء الحظ واحد منهم بيقع من فوق، وبمجرد ما بيوصل الأرض بتكون الفئران خلصت عليه، وباقي الفريق بيقدروا يكملوا طريقهم للمستشفى. وشام بيتجرح في رجله في المهمة دي، ولما بيدخلوا المستشفى بيهجم عليهم واحد، ولكن تشينج بيحاول يهدي الراجل وبيقول له احنا هنا عشان نجيب الدواء. وساعتها الراجل اتبسط وعرف نفسه لهم وقال لهم انه حامل مكان، ومشي قدامهم ووصلهم لمستودع المستشفى. وكان هناك في ممر طويل وفي حوالي 1,000,000 فار كلهم بيعملوا اصوات مزعجه ومنتظرين الفريسه، وعشان كده كانوا بيستخدموا النار عشان يقدروا يبعدوا الفئران من قدامهم. وفي القطر البلطجيه اللي كانوا مسيطرين على الركاب واللي كانوا رابطين السواق بدأوا يحسوا بخيبة أمل، وكانوا شايفين إن فرقة الإنقاذ اللي خرجت دي مش هترجع تاني. وساعتها قالوا إحنا هنتحرك بالقطر بقى. بس في مجموعة تانية كانت معارضة للقرار ده، وقالوا إنهم هيفضلوا هنا ويستنوا فريق الإنقاذ. وكان في واحدة ست قاعدة لوحدها وتعبت من الخوف اللي هي فيه ده، واتحركت ناحية الباب الأمامي. وساعتها دخلت الفئران كلها للعربية وقتلوا كل الناس. ولينج اللي كانت مع أخوها ما كانتش عارفة تعمل حاجة ليهم، وفضلت قاعدة في العربية مرعوبة. وفي المستودع تشينج واللي معاه بيدخلوا مكانه كان فيه عش كبير مليان فئران، وبيقرر تشينج انه يدخل جوه لوحده عشان يحاول يلاقي الدواء. ولما بيوصل تشينج لعلبة الدواء وجي يخرج ويمشي من المكان ده، السلم اللي كان نازل عليه بيتكسر وبيقدر انه يمسك العلبة على اخر لحظة. بيجي حارس المكان قدام تشينج وبيقول له احذف العلبة بسرعة وانزل براحتك. بيثق فيه تشينج وبيعمل كده، لكن بعدها بيخدعهم الحارس وبيخرج بره وبيقفل عليهم الباب. وبعدها بيقول لهم انه هيبيع الدواء ده عشان يقدر يحسن من حالته المادية. مش فاهم انا فلوس ايه اللي هتنفعك دلوقتي. وبعد كده العش الكبير بتاع الفئران بيتدمر وبيجري على الارض ملايين الفئران. ولحسن الحظ تشينج واللي معاه بيقدروا يكسروا الباب وبيهربوا بره المستودع. بيروحوا للخاين اللي حبسهم في المستودع، ولما بيوصلوا ليه بيعرفوا ان ابنه ومراته ماتوا. وهنا كان هو متأثر وعمال يبكي، بس هما بياخدوا منه العلبة وبيهربوا. وبعد كده بيلاقوا عربية وبيركبوها وبيمشوا بسرعة، وكانت الفئران عمالة تجري وراهم. ولحسن الحظ السحابة بتروح والشمس بتظهر تاني، والفئران بتستخبى في الظل من جديد. وعشان كده بيقدر تشينج واللي معاه انهم يخرجوا من المدينة بسلام. ولما بيوصلوا للقطر بيلاقوا جثث الركاب بره القطر، وكانت تشينج واللي معاه بيبكوا وافتكر ان بنته وابنه ماتوا. لكنه بيلاقي باب العربية بيتفتح قدامه، وساعتها بيلاقي عيلته لسه عايشة بخير
بيكون مبسوط جدا ساعتها، لكن فرحته بتنتهي لما بتيجي سحابة كثيفة تاني، وكانت كل الفئران عمالة بتجري وبتخرج بره المدينة عشان تهجم على القطر. وفجأة واحد خد علبة الأدوية من تشينج وضربه بيها على دماغه، وبنكتشف إن الشخص ده اتعض من الفئران، بس تشان بيقدر يوقفه وبيرجع العلبة لتشينج. وفي الوقت ده بتكون خلاص الفئران وصلت ليهم، وعشان كده كله بيجري يستخبى جوه القطر. ولكن لسوء الحظ تشان مش بيقدر يجري ويوصل للقطر، وده بسبب الجرح اللي اتعض ليه قبل كده. وساعتها استسلم لمصيره واعترف بأعلى صوته لوي إنه بيحبها، وده خلى موته صعب قوي عليها. وبعدها تشينج كان بيحقن الناس المصابة بالدواء اللي حالتهم بقت في تحسن كبير، ومرة واحدة القطر بيقف بسبب إنه اتخبط في حاجة من قدام. وساعتها تشينج بيطلب من اللي معاه إنهم يجوا عشان يفضوا الطريق قدام القطر، بس في الحقيقة ما كانش فيه ولا واحد عايز يخرج عشان ما يعرضوش حياتهم للخطر. وعشان تشينج ما كانش قدامه خيار تاني، اضطر إنه يخرج لوحده ويفضي الطريق. وبعدها بتخرج بنت وي تساعده، وبعدها بيخرج واحد واحد من ركاب القطر ورا بعض، وكلهم بيساعدوا تشينج. وواحد تاني من الركاب بيضحي بنفسه وحياته وبيحط متفجرات كتير على جسمه، وبيروح وسط الفئران وبيخليهم كلهم يتجمعوا عليه، وبيفجر نفسه في وسطهم. وبكده بيدي فرصة أكبر ووقت أكتر للركاب عشان يقدروا يفضوا الطريق للقطر من تاني. وكل تصرفات الشجاعة دي شجعت كل الركاب إنهم يكملوا طريقهم، وفي النهاية بيعرفوا يفضوا الطريق للقطر. ولكن بمجرد ما القطر بيتحرك بيعرفوا إنهم ماشيين في الطريق الغلط، والطريق ده نهايته الموت بسبب إن القضيب مش مكتمل. وعشان كده بينزل تشينج الشجاع من القطر وبيحاول إنه يغير مسار القضيب عشان القطر يكمل في الطريق السليم. وبعد ما بيحرك الرافعة وبيغير المسار وبيقرر إنه يرجع للقطر، بيلاقي المسار رجع تاني زي الأول، وده بسبب إن اليد اللي بتثبت المسار مكسورة. وعشان كده كان مطلوب من تشينج إنه يمسك الرافعة دي بإيده ويثبتها لحد ما القطر يعدي بخير. أول ما بيخلص مهمته بيجري على القطر على طول، وكان في عدد كبير من الفئران جايين عليه. ولسوء الحظ لما كان على وشك إنه يطلع القطر بيقع وبيجرح نفسه، وفي اللحظة دي كانت الفئران قريبة منه وكانت فرصته ضعيفة في النجاة. وآخر مشهد في الفيلم بيظهر فيه لينج ووي وهم كانوا منهارين من البكا على والدهم عشان كانوا عارفين إنه مش هيقدر يطلع القطر. وبعدها الفئران بتهجم على تشينج وبيخلصوا عليه، بس هو بيموت وهو مبسوط لأنه عارف إنه قدر ينقذ أولاده وضحى بحياته عشانهم. يا ريت تقولوا لي رأيكم عن الملخص في التعليقات. شكرا لكم.